تقدرون تعتبروني الخبير الأول بعالم فلسفة البوسة. كل أنواع البوسات تعرفهن وحدة وحدة، طعمهن، شكلهن، ريحتهن، لذتهن، أبعادهن الفلسفية. وبرسالتي بحث متخصص بالبوسات الرئيسية والفرعية والإقليمية والدولية، كما أفردت صفحات لشرح وتوضيح كل بوسة على حدة. البوسة الشريفة من الابن للأب، والبوسة الدافية من الأم لابنها وهي ترسمها على خده وهو رايح للجبهة، والبوسة الإجبارية والبوسة الإجبارية وكبوسة إنه واحد مدينك فلوس، والبوسة الماسخة والحامضة والكلها ريحة سجاير وبصل وثوم، وكبوسة فريدة ونادرة ومدهشة مثل بوسة غاندي للهند وجيفارة كوبا وبوسة الحسين السكينة. وكو بوسة كذابة وتنضح دم مثل بوسة نيرون الروما وهتلر الألمانيا وبوسة فؤاد عبد الزهرة جيرانهم أم غانم. وكو بوسة لما نتيه شفتك وما تندل وين صارت شفتك من شفتها، وبوسة الأفلام الهندية هاي المسيح. وبوسة الأفلام المصرية. وكو واحد، اسمعوني، اكو واحد يدنق يبوس ايد وهاي ما محسوبه طبعا. ليش نروح بعيد؟ مثلا انا من جيت للدنيا ولحد الان شايل بوسه على شفتي عمرها من عمري. كبرت وكبرت وياي البوسه وبعد ما ينفعها اي عمليه شد ولا تجميل، مو لان ماكو ناس، اكو هواي ناس، بس بوسه تستاهل انسان خاص انتظره هواي وما اجى. مدري تلاقي بالازدحام، مدري انفجر عليه لغم، مدري موجود بيناتكم. انا خبير البوسات، عمري لا بست ولا باسني.